بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أتكلم النهاردة على الخلط اللي موجود بين الأوراق اللي جماعة الإخوان المسلمين غضبانين إن إحنا اللي ساعدناهم عشان مرسي ينجح. ناس كتيرة من اللي قاموا الثورة وشباب الثورة وقفوا مع مرسي. أحب أفكركم إن إحنا يوم حسينا إن ثورتنا في خطر وإن المجلس العسكري واخدنا في نفق مظلم، وقفنا ضد سياسته الاقتصادية وسياسته التفريقية، فرق تسد، ولم يقدم أي أحد للمحاكمة ولم يحقق أي هدف من أهداف الثورة. المجلس العسكري اجتهد، لكن المجلس العسكري كان له أجندته. احنا قمنا بثورة علشان نحطم كل التابوهات القديمة وعشان نحيي الأمل في نفوس الشعب البسيط. أما المجلس العسكري اتخذ سياسات لا تمت للثورة بصلة، لأنه كان اعتقد أن الثورة ما هي إلا انقلاب الشعب. صار المجلس العسكري حب يعملوا انقلاب للتخلص من أعدائه اللي كانوا بيتمثلوا في الحرس الجديد، جمال مبارك وزبانية، وكان عايز يستأنس الشعب وتبقى ثورة تصحيح ويمشي الوضع كما هو عليه. وقفنا ضده ونزلنا واتظاهرنا واعتصمنا ونمنا في الشارع، وللأسف ضربنا بالغاز في أكبر حرب كيماوية شنتها سلطة على شعبها. وللأسف الإخوان كانوا قاعدين في بيوتهم وكانوا بيخبطوا على بيوت الناس الغلابة اللي هيطلعوا ضدهم يوم 30، كانوا بيخبطوا عليهم عشان يستجدوا أصواتهم، وكانوا بيتكلموا باسمهم. يا سادة، لما صرنا ضد المجلس العسكري كان ضد المجلس العسكري، وساهمتم في المغالطة وقلتوا ده ضد الجيش، وإن الجيش هو اللي حمى الثورة، وإن اللي في التحرير دول بلطجية وعايزين الاستقرار وعايزين عجلة الإنتاج وعايزين الديمقراطية والصناديق. طيب، غلطتوا الغلطة. غلطتكم من بداية ما استدرجتوا الشعب ان هو يقول نعم على تعديلات دستورية ادت صلاحيات للمجلس العسكري وادت له شرعية. هل صرتم معانا يوم ما وقفنا قدام المجلس العسكري علشان خطف ثورتنا ومشاها في طريق غلط وانتوا كنتوا شركاء مع المجلس العسكري؟ كنتوا بتقولوا للناس الجيش هو اللي حمى الشعب، واللي في الميدان دول عندهم مراهقة سياسية والصناديق هي الحل ومش العكس. جات الانتخابات وكان قدامنا مرسي وشفيق، الاثنين بيتميزوا بانهم شخصيات محترمة دامسة الخلق عذبة الحديث، لكن بيتميزوا اصلا الاثنين بانهم ضعاف الشخصية ولا يصلح اي منهم لحكم مصر بعد الثورة. لكن لما بصينا مين ورا شفيق، لقينا ورا شفيق الدولة العميقة اللي احنا صرنا ضدها، ورا مرسي الاخوان المسلمين. توسمنا خير ان ممكن الجماعة تعينوا على فعل الخير، وحطينا ايدينا في ايد الجميع، وكان في تنسيق على اعلى المستويات، ونجح مرسي وسجدنا لله شكر، وكانت نيتنا صافية وايدينا ممدودة. لكن تم استغلال مرسي
مرة تانية لتصفية خصوم الجماعة وقضايا لا تمت إلى المجتمع المصري بصلة وليس لها أي علاقة بأهداف الثورة. لما مشي نائب عام تم في عهده اعتقال مبارك وجماعة مبارك ونقول إن في أدلة جديدة وأجيب نائب عام أو خاص، نائب مبارك الخاص كنا بنطالب إن احنا نخلعه، لكن ما طلبناش إن يجي نائب خاص لمرسي بأدلة جديدة ومحاكمات ثورية، كلام براق، وفي النهاية مهرجان البراءة للجميع، وبعدين ترجعوا تقولوا القضاء. فين قوانين مكافحة الفساد السياسي أو العدل السياسي اللي طالبنا بيها من أول الثورة؟ هل مرسي حقق شريعة؟ هل مرسي حقق طفرة اقتصادية؟ هل قدم لنا أفكار جديدة في إدارة الدولة؟ هل نفذ وعوده إنها تبقى مشاركة لا مغالبة والجمعية التأسيسية يعاد صياغتها ونمشي إيد واحدة وقوتنا في وحدتنا؟ لا، الأمور كانت سيئة وكانت في انحدار من 30 سنة. اللي أنا شايفه إن لا المجلس العسكري ولا مرسي قادرين يوقفوا العجلة اللي بترجع لورا، بل بتزداد، الاقتصاد يزداد تدهور والأخلاق تزداد انحطاط والأمن يزداد انفلات. وبدلا من إن هو يوحد الشعب ويشوف المعارضة جنبه، أنا واحد انتخبت مرسي وجبت له 1000 صوت وكان في تنسيق مع ناس كنا نظنهم قدر المسؤولية، وفي النهاية شفنا مرسي شايل حمل تقيل مش قادر يشيله، بيعافر ومش قادر يشيله. عشان كده من منطلق الحب أنا هخرج يوم 30/5 وأقول رايح يا كبير. مش هيرهبني جمعة قندهار ولا قتلت السادات ولا قتلت السياح. إن الله لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى أعمالكم. إزاي مليونية بتدعو لنبذ العنف ويطلع واحد من قتلة السادات يقول سنسحقهم يوم 30؟ من أنتم؟ هيخرج البسطاء، لو خرج 5 لو خرج 10 وعندهم إيمان وحق إن حياتهم بقت هباب وإن الأمل اللي أحياته الثورة بقى سراب، يبقى لازم ترحل يا مرسي.